فيلم The Wandering Earth 2 بيبدأ فيلمنا في المستقبل لما بدأت حرائق الغابات والجفاف تكتر في العالم. العلماء كشفوا عن كارثة هتحصل قريب اسمها أزمة الطاقة الشمسية، واللي كانوا بيتوقعوا إن بالمعدل اللي الشمس بتكبر بيه بعد 100 سنة الشمس هتبلع الأرض، وبعد 300 سنة هيختفي النظام الشمسي كله. وعشان كده بيقولك إن حكومة الأرض قررت تبدأ في مشروع الجبل المتحرك، واللي هيكون عبارة عن بناء محركات ضخمة تقدر تحرك الأرض وتخرجها بره المجموعة الشمسية. لكن بسبب تكلفة المشروع العالية اللي بتاخد من موارد كل البلاد، بتحصل مظاهرات في العالم كله لأنهم ما بيكونوش مهتمين بالأحداث اللي لسه هتحصل بعد 100 سنة. وبتزيد الاحتجاجات أكتر بعد ما بتوقف الحكومة مشروع اسمه الحياة الرقمية. بنفهم إن المشروع ده عبارة عن مجموعة من البشر معتقدة إن مستقبل البشرية في الكمبيوتر، فبيطوروا برنامج عشان يحملوا عقولهم البشرية عليه ويقدروا بعدها يعيشوا في عالم افتراضي. بيحاولوا يعملوا هجمات ويخترقوا أسلحة الجيش عشان يضغطوا على الحكومة، فبتحس الحكومة إن اللي بيشتغلوا في تجهيز المشروع حسوا باليأس. بعدها بيطلع السفير الصيني تشو وبيقنع الكل يكمل الجزء الأول من المشروع واللي هيتنفذ قريب. والخطة الأولى هي اختبار المحرك على القمر، وبيخططوا يبعدوه عن الأرض هو كمان. وعشان كده بيبدأوا يدربوا أشخاص على إنهم يكونوا رواد فضاء ويقوموا بالمهمة دي. بيكون من ضمنهم طيار اسمه ليو، اللي لما بيوصل القاعدة بيلاقيها محاطة بالمتظاهرين وبتحاول الحراسة تبعدهم، لكن بيدخل منهم ناس بالقوة وبتقدر واحدة اسمها هان توقفهم، فبيعجب ليو بيها. بعدها بياخدوا المتدربين جولة في المكان، وبيبتدي الاختبار الأول، واللي عبارة عن إنهم بيركبوا المصعد الفضائي وبيطلعوا بيه أعلى مبنى في تاريخ البشرية عشان يدوا للطلاب إحساس إنهم في الفضاء. وبسبب إن سرعته عالية جدا معظمهم بيفقدوا الوعي، ومن وقتها بيدخل الطلاب في تدريبات كتير زي القتال اليدوي واستخدام الأسلحة والرحلات المستمرة بالمصعد. وفعلا بيقدروا يتحسنوا خلال فترة التدريب. وبيتعرف كمان ليو على هان فبيحبها لدرجة إنه بيرشي الحارس في يوم عشان يسمح له يدخل ورد جواه القاعة ويديه لهان وهم في المصعد. وفي يوم بتوصل مجموعة من رواد الفضاء الاحتياطيين وبينضموا لرحلة المصعد اللي بتوصل للقاعدة اللي بنوها في الفضاء. وفجأة بدأت تخرج الطيارات اللي بتطير من غير طيار، فبيكتشف المهندسين إن في حد اخترق النظام وبيتحرك المصعد قبل الميعاد المحدد. وبدأ الرواد الاحتياطيين يغيروا هدومهم وكانوا لابسين زي رسمي بأسماء الطلاب الأصليين. وبنتفاجئ إن الطيارات اللي طلعت بدأت تهاجم القاعدة، فبيتحركوا بسرعة كل الجنود عشان يدافعوا عن القاعدة. ولما كانوا الطيارين بيضربوا الطيارات كان للأسف النظام بيقراها إنهم حلفاء عشان من نفس القاعدة، وده اللي بيدي الفرصة للطيارات إنها توقع الطيارين بطياراتهم. وبتقدر كمان تضرب المصعد بصاروخ فبتوقعه. وفي المصعد عند ليو بدأوا الرواد الاحتياطيين يحبسوا المتدربين في الكراسي بتاعتهم وبياخدوا هويتهم وبيضربوا أي شخص بيقاومهم. لكن بعد فترة بيقدر ليو يفك نفسه وبيستخدم نظارته في توجيه أشعة الشمس على القفل وبيكسر الباب وبيفضل يهاجمهم ويموت ناس منهم. لكن بيبقى اتأخر قوي وبيكونوا الرواد وصلوا للمحطة الفضائية بالكرنيهات اللي سرقوها. في نفس الوقت بتقدر القاعدة تشغل جهاز متطور جدا اسمه جهاز ال 550 سي، وبيقدروا بيه يتحكموا تاني في النظام اللي تم اختراقه. وفعلا بيقدروا يعملوا كده وبيوقعوا كل الطيارات وبيرجعوا المصعد للأرض تاني. وبسبب نزول المصعد بسرعة كبيرة بيطيروا وما بيقدروش يتحكموا في نفسهم، لكن لسوء الحظ بيقدر واحد من الناس دول يضغط على المفجر قبل ما يفقد الوعي، فبتنفجر المحطة وبيحصل ضرر كبير جدا للمبنى والطلاب كتير. لكن ليو كان قادر يحمي هان. بعدها بتعلن الأخبار عن مقتل 3000 شخص في اليوم ده، وده طبعا بيزود شغب المواطنين ومظاهراتهم سواء عشان الناس اللي ماتت أو بسبب الموارد اللي قلت بعد تحطم المحطة. ساعتها بيخلي السفير الصيني المساعد بتاعه يقول خطاب وبيطلب من حكومة العالم تساعدهم في المشروع، وبيتكلم مع السفير الأمريكي وبيحاول يقنعه يديله فرصة تانية. وبعد أسابيع بيرسلوا كبسولات النوم البارد للقمر وجواها الطاقم اللي هيشتغل على المحركات القمرية. وبعد ما بيصحوا بيروح واحد اسمه المهندس هينجيو يطمن على جهاز ال 550 ايه. وبنعرف ان هينجيو كان بيشتغل على مشروع العقول، لكن وافق يشتغل في مشروع القمر عشان يوصل لجهاز ال 550 سي اللي هيدخل عليه مقطع بنته عشان يطوره ويعمل ذكاء اصطناعي كامل لعقل بنته الميتة عشان يقدر يتواصل معاها. وقتها بيشغل هينجي وواحد اسمه تشاو الجهاز وبيعملوا اختبار أولي بإنهم يشغلوا كل قطاعات القاعدة وبيستنوا يشوفوا الكمبيوتر هيعمل إيه. بيدي هينجي ولتشاو نسخة رقمية من عقله اللي الشركة طلعتها قبل ما المشروع يقف، وبيديله الاختيار يدمرها أو يسيبها. وفي وقت تاني بيوري هينجيو مقطع بنته لتشاو وبيفتكر الحادثة اللي كان يومها مع مراته وبنته، وبيتشتت وما بياخدش باله من العربية اللي بتخبطهم. ووقتها بتموت مراته على طول، لكن بنته بتكون لسه عايشة وبياخدها للشركة عشان يعملوا نسخة لوعيها، لكن الشركة ما بتساعدوش. وبنيجي لوقتنا حاليا لما بيطلب هينجي ومين تشاو انه يستخدم جهاز ال 550 سي على بنته، بس للأسف بيرفض. وفي وقت تاني بيكتشف النظام عاصفة شمسية
وكان مطلوب من كل العمال يتحركوا للقاعدة بسرعة. قدروا فعلا يدخلوا للقاعدة قبل ما العاصفة تضربهم، لكن لسوء الحظ بيتحرق جهاز ال 550 بسبب العاصفة، وبيحسوا باليأس لأنهم كانوا محتاجين الذكاء الاصطناعي عشان ينفذوا المشروع. وقتها بيديلهم هنجي والجهاز اللي معاه، وبيطلب منهم يدخلوه معاهم في المشروع الجديد اللي هيستخدموا فيه جهاز مستقبلي، وبيكون الجهاز ده هام جدا عشان موضوع بنته. واخيرا بيوافق تشاو، وبيقدر هنجي يعمل نسخة لعقل بنته على اسطوانة. بعد 3 أيام بيختبر الفريق المحركات، وبيكونوا متوترين جدا من النتيجة، لكن بيتفاجئوا إن القمر اتحرك جزء صغير، وده بيثبت إن بعد 20 سنة هيقدروا يحركوه بعيد خالص. طبعا النجاح ده بيدي أمل لكل الناس إن المشروع هيكمل. وبعد كام شهر بيعملوا اختبار تاني، لكن المرة دي الاختبار على الأرض. في البداية كانت الشاشات كلها سودة، والكل بيفكر إن الاختبار فشل، لكن فجأة بيحسوا إن الأرض بتتهز، وبيشوفوا شعاع قوي جاي من قاعدة الرواد في الفضاء. وبيأكد العلماء إن الأرض اتحركت، فبيحتفل الناس من كل أنحاء العالم، وبيبقى عندهم أمل إنهم هيقدروا يحركوا الأرض قريب. وبتعدي سنين، وبيستمر شغل الحكومة على المحركات، وبيطوروها عشان تقدر تحرك الأرض بالكامل. وكانوا بينفذوا مباني ضخمة تحت الأرض بجهاز ال 550 سي اللي اتطور بشكل كبير جدا. وكل سنة كان بيبقى فيه اختبار جديد بيثبت إنهم ماشيين صح، فبيتقبل الناس فكرة المشروع أكتر، لدرجة إن المجموعة اللي كانوا عايزين مشروع نقل العقول بيختفوا تماما، وبقى عندهم أمل في المشروع الجديد. لكن بينتشر كلام بين الناس إن مش كلهم هيدخلوا المدن المبنية تحت الأرض، وهيكون في تمييز بين الناس. وكل سنة كانوا بيلاحظوا إن الأرض بتبقى أبطأ في الدوران، وده بيغير حاجات كتير، منها بقى إن عدد الساعات في اليوم بتكتر، واليوم بيكون 60 ساعة. كمان بيتقفل الإنترنت على العالم كله، وبتحصل كوارث مناخية رهيبة زي الفيضانات. كمان الإشعاع الشمسي بيزيد، وبيزود عدد المصابين بمرضى السرطان. وكان عدى على سقوط المحطة 14 سنة. بنعرف بعدها إن ليو اتجوز هان وبقى معاهم طفل، وكانوا خايفين لأن تصريح المدن اللي تحت الأرض صعب جدا لابنهم. وبنعرف إن هان جالها سرطان بسبب الإشعاع الشمسي. وقتها كان هنجي شغال على موضوع الذكاء الاصطناعي بتاع بنته، كمان كان بيساعد في تطوير جهاز جديد اسمه 550 دبليو. بنشوف بعدها ليو في مقابلة عشان يكون واحد من الطيارين اللي هيروحوا المحطة الجديدة، وكان اللي بيعمل له المقابلة جهاز ال 550 دبليو اللي كان معجب بمهارات ليو، وبيقول له الجهاز ان اختياره للقاعدة هي الطريقة الوحيدة عشان يقدر يدخل ابنه المدن الجديدة اللي بتتبني تحت الأرض. لكن هو كان شايف ان لازم يفضل مع مراته عشان تعبانة. وكانوا العلماء من ورا الإزاز سامعين كل الكلام، ومن ضمنهم هنجيو اللي افتكر ساعتها حادثة بنته. ومرة واحدة بيلاقوا ليو انهار عشان الجهاز قال له ان مراته هتموت قريب، وما بيقدرش يتحكم في أعصابه، وبيفشل في الاختبار. بعدها بيروح ليو المستشفى الهام اللي حالتها كانت بتسوء فعلا، وهنجيو بيروح القاعدة وبيربط عقل بنته بجهاز ال 550 دبليو. والمرة دي كان في ردود كتير لبنته اللي بتقوله إنها في مكان تاني، وده بيخلي هنجيو يحزن ويبكي. وقتها بتوصل مجموعة من الحراس مع تشاو عشان يمنعوه ويخلوه يتقبل موت بنته، لكنه بيرفض وبيحمل عقل بنته على الجهاز، وده بيعمل مشاكل كتير في النظام القمري وبتتعطل المحركات. لكن الحراس بينجحوا إنهم يمسكوه، وبيحاول تشاو يصلح اللي هو عمله. وقتها كان ليو واخد مراته لبيتهم القديم زي ما هي طلبت منه، والحكومة ساعتها كانوا بيشوفوا حل للمشكلة اللي عملها هنجيو، وبيلاحظوا ان ده نفس الاختراق اللي حصل للطيارات اللي من غير طيار. ولما بيحاولوا يحلوا المشكلة مش بيقدروا، وفجأة بتنفجر محركات القمر وبتنكسر أجزاء كبير منه، وده بيخلي القمر يتحرك ناحية الأرض، وبتحصل تسونامي ضخمة بتضرب الأرض. وبسبب حالة الطوارئ دي بيوصل رسالة لليو بيطلبوا منه يرجع الخدمة، وبدأوا القادة يفتحوا المدن اللي تحت الأرض لأن المد والجزر هيزيد الفترة الجاية. وقبل ما يروح ليو للمهمة بتموت هان، وابنهم بينزل مع أبو هان للمدن اللي تحت الأرض. بيتكلم السفير الصيني وبيطلب من الحكومة العالمية يستخدموا الأسلحة النووية ويفجروا القمر قبل ما يخبط الأرض، فبتوافق كل الدول اللي معاها سلاح نووي. وقتها تشاو بيزور هنجيو في السجن، وبيعرفوا انهم هيشغلوا محركات الارض في اقرب وقت، وكانوا محتاجين يشغلوا الانترنت العالمي عشان يكون في تنسيق في التفكير. فكانوا محتاجين من هنجيو يروح للخوادم اللي تحت المية عشان ينشط الانترنت. وعشان تشاو يقنع هنجيو بيقول له انه معاه عقل بنته، وفي نفس الوقت بيختاروا افضل الطيارين عشان ينقلوا الاسلحة النووية على القمر، ومن ضمنهم ليو. كمان بعتوا 3 فرق عشان تهتم بخوادم الانترنت تحت المية اللي موجودين في بكين وطوكيو ودولس. وخلال رحلتهم للقمر كانت طيارات كتير بتتدمر بسبب أجزاء القمر المتكسرة اللي بتخبط فيهم، وبيخسروا ساعتها 200 راس حربي. لكن بيوصل الباقي للقمر بأمان، لكن بيحصل تصادم تاني وبيتدمر المكوك بتاع ليو، بس ما بيحصل لهمش حاجة، وبيلزقوا الخوذة بتاعتهم عشان يحافظوا على الأكسجين، وبيضطروا يحطوا الصواريخ بنفسهم وهم ماشيين. ليو ما كانش عايزهم يموتوا بسرعة، فبيدخلهم المكوك وبيقفل الباب، وبيضحي بنفسه بعد ما بيطلب منهم يرجعوا على الأرض ويسيبوه يكمل المهمة لوحده. على الأرض بتوصل فرقة هنجيو للخوادم في بكين، وبتدخل المبنى تحت المية،
ولما بيحاولوا يفتحوا باب الخادم بالقوة ما بيقدروش وبيحصل انفجار وبيموت واحد منهم. باقي الفريق بياخد الجثة وبيفضل هنجي وتشاو عشان يخلصوا المهمة. وقتها ليو كان راكب شاحنة عشان ينقل الصواريخ الباقية. بتبتدي أجزاء القمر تنزل على الأرض وبيقع جزء منه على المبنى اللي فيه هنجي وتشاو، فبيتهز المبنى وبتقع الأجهزة على رجل تشاو. وبدأت الأوضة تتملي مية وما كانش هنجي قادر يفتح الباب وينقذه. وقتها بيدي تشاو مفتاح كلمة السر لهنجي والأوضة بتتملي مية وبيموت. وبدأت أجزاء القمر تدمر مواقع مختلفة على الأرض، وبدأ يحصل اضطرابات عند الناس اللي بتتنقل للمدن تحت الأرض بسبب خوفهم. وعند الحكومة بتوصل أخبار مش كويسة، وهي إنهم مش هيقدروا يخلوا الصواريخ اللي عند القمر تنفجر كلها في نفس الوقت، لأن كل الصواريخ اللي فاضلة مختلفة عن بعضها. وبدأ الكل يفقد الأمل، لكن واحد منهم بيلاقي حل، وهي إنهم يرسلوا رواد فضاء لهناك ويفجروها يدويا، وده معناه إنهم هيضحوا بنفسهم. وكانوا محتاجين 300 شخص، وبيتطوع عدد صغير من الشباب، لكن بيعرفوهم إن من واجب الناس الكبيرة في السن هي اللي تتطوع ويسيبوا الشباب يهتموا بالمستقبل. فبيوافق كل رواد الفضاء اللي سنهم فوق ال50 سنة، وبيتحركوا كلهم في مركبات وبيطلعوا على القمر. بيتفاجأ ليو لما بيشوفهم، لكن ما بيكونش عنده وسيلة اتصال تخليه يسلم عليهم قبل ما يرجع الأرض. وبتوصل للحكومة أخبار إن خوادم طوكيو ودولز ابتدت تشتغل، لكن خادم بكين لسه ما اشتغلش. وبيكون هنجي في مشكلة لأن المية بتكون مالية الأوضة، وبيوصل المفتاح للجهاز الصح وبيحاول يشغل الخادم. وقتها الرواد كانوا فجروا القمر وانقسم لأجزاء كتير، وللأسف كانت الأجزاء جاية على الأرض وكانوا محتاجين يحركوا الأرض من مكانها بسرعة. هنجي وقتها بيشغل مقطع بنته وبيطلب منها تنشط الإنترنت من جوه، لكن في اللحظة دي بتغطيه المية وبيموت. بتستمر أجزاء القمر تنزل على الأرض وبتقول الحكومة إن المهمة فشلت، وبعدها بتحصل أعمال شغف في المدن الكبيرة. لكن السفير بيكون لسه عنده أمل وبيقول للفريق بتاعه يبدأوا في العد التنازلي لإطلاق المحركات اللي هتحرك الأرض، فبيفتكروه مجنون. وفجأة بنشوف عقل هنجي واتنشط جوه كمبيوتر وبيتجمع مع بنته، وبيبتدي عقل هنجي ينشط خادم الإنترنت في نفس الوقت اللي الفريق بينفذ فيه أمر السفير. وبيتصدموا لما بيلاقوا إن الأرض بتتحرك وبتبعد عن أجزاء القمر فعلا، ودي طبعا بتبقى معجزة. وبيحتفل الناس في العالم كله، وبيشوف ليو الأرض وهي بتبعد في الفضاء وبيكون فرحان وبيصورها لابنه. وبعد 7 سنين بتكون الأرض بتلف في الكون وبترجع عدد ساعات اليوم ل 24 ساعة، وبتنتهي أزمة القمر. بعدها بدأ الجزء الثاني من الخطة، وهي الطيران قريب من كوكب المشتري خلال ال10 سنين الجاية عشان ياخدوا دفعة تانية ويطلعوا الأرض من النظام الشمسي للأبد. وبيعملوا محطة فضائية لمراقبة المحركات، وليو بيكون المسؤول عنها. وبيغيروا اسم جهاز إدارة النظام لاسم موس، وبيكشف عقل هنجي الاصطناعي إن موس هو اللي دمر محركات القمر وهو اللي عمل هجمات الطيارات قبل كده. وبيتوصل موس لاستنتاج، وهو إن أفضل طريقة للحفاظ على الحضارة الإنسانية هي تدمير البشرية. استنتاج غريب عجيب. وهنا بنكون وصلنا لنهاية فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والاشتراك عشان تتابع كل الجديد من فيلم جديد. سلام يا صديقي.